ازيكم عاملين ايه؟ احلى متابعين في الدنيا. ولادي كانوا عايزين عمالين يعيطوا، ما خرجوش في العيد طبعا غير في بس في بني سويف. راح اقول لي يا ماما عايزين نروح المراجيح وعايزين نخرج وكده. فكانت الدنيا متاخره قوي في الليل يعني، فقلت لهم تعالوا يلا كده كده يعني. الدنيا عندنا بتبقى الناس بتبقى في الشارع كتير وكده. رحت خدتهم عندنا مراجيح في الشارع كده، رحت خدتهم فيها. قلت اما ابسطهم شويه عشان هما في العيد ده ما خرجوش. شبت بقى في اللعبة دي، رحت مركبها لهم وركبت لهم برضو كذا حاجة برضو معاها. اهو عيد يلا خليهم ايه يستمتعوا كده، عشان اصلا مش بخرجهم على طول. وبعدين ابني الصغير ده رجله اتحرقت، فقعد 4 ايام او 3 ايام كده من غير ما يعني كان عمال يعيط وزعلان وكده. فانا قلت افرحهم. المهم كان معايا برضو جوزي، اهو جوزي. قال لي بقى انا هبقى معاكي وكده عشان الدنيا زحمه وعشان برضو العيال لو شبطوا في حاجه كبيره همرجعهم معاهم. هو ركب بقى، انا ما بحبش اركب المراجيح الصراحه. فهو ركب معاهم عشان دي كانت بتوقع الاطفال، فهو قال لي انا هركب معاهم عشان امسكه. قلت له انت هتلعب مع العيال يعني؟ قال له هلعب معاهم. قلت له خلاص ماشي العب عادي جدا. انا هصدمكم اصلا في لعبه لقيت جده كبيره كده خالص راكبه مع الاولاد يعني. يعني انا كنت بقول له انت ازاي راكب كده، لا لقيت بقى واحده كبيره خالص راكبه برضو مع احفادها. هوريها لكم برضو بس في اللعبه اللي جايه دي هصدمكم يعني. عادي يعني، انا بالنسبه لي عادي يعني. هي فايت تستمتع. انا ما اعرفهاش على فكره. هي دي اللي قاعده جنب بنتي. دي بقى جده كانت قاعده، اللي هم قدامهم دول احفادها. فيعني انا عادي، هي كانت بتبسط احفادها وهي كمان كانت بتتبسط. فتوته بقى قالت لي انا عايزه اركب معاهم يا ماما، عايزه اتمرجح معاهم. قلت لها طب خلاص اطلعي يا حبيبتي. بس فصورتها كده، ويعني عادي يا جماعه، كل واحد يعني هي مش كل واحد بيعيش سنه يعني، بس يعني دي فسحه يعني عادي جدا. وبعدين ده عيد. عيد لغايه دلوقتي. احنا عندنا العيد بيقعد 10 ايام يعني. احنا عندنا يقول لك مثلا 8 يوم 10 يوم كده لغايه 10 يوم. ده العيد الكبير. بس بقى واخويا بقى خد سفيان وركبوا بقى البتاعه دي، وقعد معايا كده عشان ما يتخبطش في رجليه، لان رجليه محروقه، اتلسعت يعني حرق قوي. فانا لفاها بشاش على فكره. بس فهو بقى دلوقتي ركب مع بلال اخويا، وهو فرحانه والحمد لله. قدرت ان انا افرحهم حتى وبحاجه بسيطه. طبعا هم ركبوا الحاجات دي 500 مره يعني، انا مصوره مره من المرات. يعني ركبوا المرجحه مره واتنين وتلاته وعشرين مره، كل المراجيح اللي انتوا شايفينها دي. فعادي يعني بالنسبه لي عادي. هو اصلا ما خرجوش في العيد ده. فقلت بقى يتفسحوا كده. بعد بقى ما خلصنا قعدوا يقولوا يا ماما احنا جعانين. قلت لهم تعالوا اما اكلكم بقى، اكلكم ايس كريم. جبت لهم هم بقى ايس كريم، وجبنا احنا حاجه كده اسمها القنبله. هوريها لكم برضو. بيبقى فيها ايس كريم وبسبوسه وكنافه وعصير مانجا ويبقى فيها فواكه، والباقي بقى طلب زي ما انتوا شايفين. بس انا وجوزي طلبنا زي بعض. كان طعمها حلو الصراحه، بس انا مش قادره يعني تقيله قوي، تقيله وفيها حاجات كتير، انا ما قدرتش اكملها يعني. انا كده اكل قليل. فعماله اكل فيها، اكلت فيها يجي ساعه مش راضيه تخلص ابدا. عماله اكل فيها بقى طول الفتره، فتره كبيره، فكل شويه اخد لكم لقطه. بص نقصت شويه ما كده، كنت خلاص كده كانت بطني خلاص، ودي قشطه دي اللي فيها. فانا ما كنتش قادره، كل شويه اكل حته وقلت لهم خلاص انا مش قادره تاني في الاخر خالص بقى. مش قادره ابلع. الناس عماله يعني، انا مكسوفه عايزه ارميها بس مكسوفه يعني. فخلصت بقى كده، قلت لهم انا مش هقدر اكل تاني. جوزي بقى راح مكمل الباقي، وهم كلهم طبعا كلوا كل اكلهم. انا بس اللي نوتي فيهم، ما باكلش اكلي اصلا. بس كده بقى كنا مروحين بقى عاملين نهزر في الشارع ونضحك وكده. كان يوم والله لذيذ والعيال فرحوا. وانا ذات نفسي انا كأم ايات يعني انا اتبسطت. كنت فرحانه قوي في اليوم ده. هو يعني هما 3 4 ساعات بس، في الصراحه انا فرحت فيهم وما روحتش يعني اماكن بعيده يعني. وبس كده. عجبكم الفيديو حطوا لي لايك واعملوا لي متابعه واشتركوا في القناه ما كنتوش مشتركين. اشوفكم على خير في فيديو جديد.